مشاهدينا، نبدأ بالخبر العاجل على الشاشة، حيث أكدت مصر للطيران أن الطائرة المفقودة من المرجح أن تكون قد تحطمت في البحر المتوسط. وقد أكد مصدر مسؤول في شركة مصر للطيران اختفاء طائرة تابعة للشركة من طراز إيرباص 320 كانت قد أقلعت من مطار شارل دوغول في باريس متجهة إلى مطار القاهرة في الساعة 11:09 ليلا بتوقيت باريس، وعلى متنها 66 شخصا من بينهم أفراد طاقمها 10. وقد اختفت الطائرة ورقم رحلتها 804 اختفت من شاشة الرادار فجر اليوم. وقال مصدر أمني للجزيرة إنه شكلت غرفة عمليات في مطار القاهرة لمتابعة اختفاء الطائرة. وفي بيان ثان صرح مصدر مسؤول في مصر للطيران بفقدان الاتصال بالطائرة في الساعة 2:45 فجر اليوم بتوقيت القاهرة، وأنها كانت على ارتفاع 37 ألف قدم، وقد اختفت بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري. وأبلغت مصر للطيران جميع السلطات المختصة بالخبر، وشرعت فرق بحث وإنقاذ بالتفتيش عن الطائرة. ومعنا من القاهرة الصحفي أمير محمد. أمير، هل من جديد؟ هل تأكد إذن خبر تحطم الطائرة؟ يعني يمكن أن نقول بأن لا نؤكد هذا الخبر إلى الآن. احتمالية التحطم في البحر المتوسط هذا ما قالته مصر للطيران منذ قليل. يبدو أيضا أن حالة الطوارئ قد ارتفعت للغاية بمطار القاهرة. نتحدث عن تواجد لأهالي هذه الطائرة المختفية، متواجدون يسألون عن ذويهم. نتحدث أيضا عن ربما المعلومات تكشفت الآن في ما يخص أعداد الركاب. نتحدث عن 66 شخصا. أجهزة الرادار بحسب ما قاله أحد المصادر لدينا في مصر الطيران أنها لم تستقبل من الطيار المصري أي تحذيرات أو أن هناك عطل فني أو تقني ربما حدث لهذه الطائرة. أيضا يمكن أن نقول بأن الطائرة قد أمضى 6275 ساعة، من بينهم ما لا يقل عن 2101 ساعة على نفس الطراز. وهذا ربما يدلل به هذا المصدر بأن الطيار ومساعده على خبرة كبيرة وكافية بهذه الطائرة. وأيضا ربما نتحدث عن أن سنة صنع هذه الطائرة عام 2003. ما زالت فرق البحث حقيقة تبحث في البحر المتوسط بالتعاون مع السلطات اليونانية. الطائرات القوات المسلحة تبذل جهدا كبيرا حقيقة للبحث في تلك المنطقة. نتحدث ربما عملية الإسقاط قد وقعت في البحر، وهذا بالطبع يصعب عملية البحث. ايضا السلطات المصريه ما زالت الى الان تحاول ان ترسل بعض الفرق الانقاذ والبحث عن طريق الجو. ليس لدينا اي معلومات هل هناك خطر للسواحل بدأ في التعامل من خلال البحر المتوسط، ربما لأن المعلومة ترجح بأن الإسقاط كان بحرا وأسقطت هذه الطائرة. نتحدث أيضا تتحدث عن إسقاط الطائرة؟ لا 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 لا, لا نتحدث عن إسقاط الطائرة، لكن ربما تقصد اختفاء الطائرة. اختفاء الطائرة بالطبع. نعم، اختفاء الطائرة يمكن أن نقول بأنها المصدر بمصر قال بأن ربما إذا حدث عملية الإسقاط فإنها ربما قد أسقطت في إما بعمل تقني أو أي عمل آخر، ليس لدينا أي تأكيد الآن في البحر. أيضا يمكن أن نقول بأن هناك 66 راكب، بينهم طفل واثنين من الأطفال الرضع وثلاثة
من افراد الامن. لنوضح أن هذه الطائرة إذن هي طائرة إيرباص مثلما قيل، وكانت في رحلة عادية تقل ركاب من المدنيين، أليس كذلك؟ نعم، هذه الطائرة كانت تقل 66 من الأفراد الطائرة، وهي طائرة مدنية أقلعت من مطار شارل دي جول ولا يعرف مصيرها إلى الآن، ودخلت إلى المجال الجوي ب10 دقائق 10 أميال. نتحدث أيضا عن أن هذه الطائرة كانت على بعد 37 ألف قدم في الجو. لا يعرف مصير هذه الطائرة، ما زالت كما قلت لك فرق الإنقاذ تتابع بالتعاون مع القوات المسلحة ل يعني وجود هذه ماذا حدث لهذه الطائرة. أيضا جنسيات ركاب هذه الطائرة مصادر لدينا تؤكد أنهم هناك مصريون وسعودي وعراقي وبريطاني وفرنسي. إذا يمكن أن نؤكد أيضا من خلال مصادر لدينا بأن كان على متن هذه الطائرة مصريون وسعودي وعراقي وبريطاني وفرنسي. إذا ربما المعلومات بدأت تتكشف رويدا، لكن لا زال هناك البحث عن مصير هذه الطائرة. ومن المعلومات الواردة كذلك أن القوات المصرية مثلما قلت أرسلت تعزيزات إلى هناك بحثا عن الطائرة، وهناك تعاون كذلك مع السلطات اليونانية. ما الدعم الذي يقدمه أو تقدمه اليونان في هذا الشأن؟ نعم، يعني الدعم بحسب المصادر التي لدينا هو دعم جوي فقط. ليس لدينا أي تأكيدات هل هناك خطر سواحل اليونان يتابع عن طريق البحر للبحث عن هذه الطائرة المفقودة إلى الآن. ليس لدينا تأكيدات بهذا، لكن المصادر تتحدث بأن القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الطيران اليوناني يبحثان في المنطقة الواقع التي ربما قد أسقطت الطائرة أو سقطت تقنيا أو ما حدث أو ما شابه من ذلك في تلك المنطقة، ويرجح بحسب مصادر لدينا بأنها سقطت وتحطمت في البحر. طيب أمير، ربما حتى الآن المعلومات ما تزال غامضة شحيحة حول الموضوع، لكن إذا ما عدنا إلى ما قدمته شركة مصر للطيران من معلومات تقول إن قائد الطائرة له خبرة، أن الطائرة ليست قديمة وإنما جديدة، وبالتالي هل هناك تلميحات ربما من أن العمل قد يكون عمل إرهابي؟ نعم، دعيني قبل يعني ان اجاوب عن هذا السؤال، لدينا ايضا من احد يعني المتحدث باسم القوات المسلحه المصريه الان اصدر بيان منذ يعني ثواني تحدث عن ان هناك قطع بحريه بدات تتحرك في البحر المتوسط في لاعمال الانقاذ والاغاثه في القوات المسلحه بالتعاون مع دوله اليونان. اذا يعني يمكن ان نؤكد بانه الان تم الدفع بقطع بحريه تابعه للقوات المسلحة المصرية لمتابعة أعمال الإنقاذ والإغاثة بالتعاون بالطبع مع دولة اليونان بالبحث في مكان اختفاء هذه الطائرة. أما فيما يخص بعملية إذا ما كانت هناك عملية إرهابية ربما حدثت أو إسقاط تقني، يعني المعلومات شحيحة بالطبع، لكن ما أبرزه البيان الثالث وهو الأخير حتى الآن من المصري الطيران، يقول بأن هذا الطيار مضى يعني مئات الساعات على نفس الطراز لهذه الطائرة، وأن الرحلة يعني قاربت على الانتهاء. نتحدث عن يعني على الأكثر 15 دقيقة من لأن تهبط الطائرة بسلام في مطار القاهرة الجوي. إذا نتحدث عن أن هذه ربما احتمال كل الاحتماليات إلى الآن يعني على طاولة يعني البحث والتدقيق بصراحة، لكن لا يمكن أن نؤكد أن هناك عملية استهدفت هذه الطائرة. هل هناك من الداخل، هل هناك إسقاط تقني؟ لكن أيضا هناك ما يدحض هذه بالإسقاط التقني بأن الطيار ومساعده لم يبلغ أي من السلطات
السلطات المصرية بالرادارات أو ما شابه ذلك بأنها لم تستقبل أي إنذار بأن هناك حدث عطل فني أو تقني. إذا هذا أيضا يثير العديد من التساؤلات. ربما أيضا نتحدث بأن القوات المسلحة المصرية إلى الآن لا زالت تبحث في الجو وفي البحر، وربما تركز في البحر المتوسط، لأنه يعني نتحدث عن غالبا بأن الطائرة المختفية قد تحطمت في الجو، لكن لا نستطيع أن نؤكد هذا إلى الآن. أيضا من متابعتنا مع المصادر الخاصة بمطار شارل دي جول في فرنسا بأن الطائرة أطلعت طبيعيا، لم يكن هناك أي إيقاف أو عطل أو ما شابه ذلك، خرجت في الموعد المحدد لها دون ما أي إيقاف أو ما شابه ذلك. شكرا جزيلا لك. حتى الآن الصحفي أحمد أمير محمد من القاهرة، ومثلما يبدو على شاشتنا من بين ركاب الطائرة من المصريين وركاب وسعودي وعراقي وبريطاني وفرنسي، ومثلما قلنا المعلومات تتوالى تباعا حول حادثة اختفاء هذه الطائرة، وحتى الآن هناك ترجيحات بتحطمها، لكن الخبر لم يتأكد بعد